يا أهلًا، أهلًا. تعالَ كده بعد ما خلّصنا الinteractive element والform inputs، تعالَ كده نشوفه بشكل سريع إزاي إن إحنا قادرين إن إحنا نوظّفهم في تصميم خاص بالUI. أول حاجة هابتدي إن أنا أروح أعمل كده تغذية بصرية من خلال الPinterest، وبابتدي إن أنا أجمّع مجموعة من الreference الخاصة بالعناصر اللي أنا عايز أصمم زيّها. وبعد كده بابتدي طبعًا إن أنا أحدد مساحة العمل اللي أنا هاصمم جواها، فبابتدي أجيب frame، بعد كده باروح أختار بقى 375 في ال812، وطبعًا باسمي الscreen بتاعتي إن هي الsign in بالشكل ده. بعد كده باشوف بقى سهولة اللي أنا اتعلمته أو فضل اللي أنا اتعلمته هيساعدني إزاي. لو بصيت في الreference ده أنت عندك وليكن مثلًا خلّينا إحنا نعتبرها إن هي sign in. هاكتب هنا كلمة sign in، فدي أصلًا كلمة سهلة أو جزء سهل. الأول بس هافتح الlayout grid، هابتدي إن أنا أختار الcolumn، هابتدي إن أنا أقول الmargin أنا عايز 16، بعد كده هنا 16، بعد كده عشان ده الموبايل أختار ال4، بعد كده هاجيب أداة الكتابة هاكتب هنا أهو sign in بالشكل ده، وأبتدي أخلّيها 24، أخلّيها في الشمال، تمام. بعد كده هاروح أنا عايز input خاص بالإيميل وinput خاص بالpassword، فهاروح للsheet اللي أنا عامله، هابتدي إن أنا أختار هنا الuser name، هاعمل control C وهاروح إن أنا أحطه هنا أهو بالشكل ده، وهاخلّيه طبعًا في النُص بالطريقة دي. وطبعًا لو أنت مش عارف إزاي تصمم بترجع للجزء بتاعه هتلاقي إن أنا شارحه بالتفصيل. أنا عايز إن أنا أخلّيه إيميل، هنا إيميل، هنا enter your email، وبالتالي هاروح أجيب أيقونة الإيميل. طبعًا باكون محضّر كده جنبي شوية أيقونات نقدر نستخدمها، نجيب أهو أيقونة الإيميل اللي هي الظرف ده، بعد كده هاروح أبتدي إن أنا أحطها هنا أهو. بعد كده هابتدي إن أنا أخلّيها نفس لون الأفاتار ده، بعد كده نمسح ده، بعد كده نswitch ما بين ده وده، أهو بُصّوا بقى فايدة الauto layout، فلقيت نفسي إن أنا خلّصت الinput الأولاني. بعد كده تاني حاجة بيقول لي الpassword، عظيم، هاروح أجيب الinput الخاص بالpassword أهو بالطريقة دي control C، بعد كده باجي في الscreen بتاعتي باعمل control V، وبابتدي إن أنا أخلّيه في الcenter، وبابتدي إن أنا أضبّط المسافة ما بينهم باخلّيها 32 أو 24. طيب لو بصّينا هنا ساعات طبعًا تحت الpassword بتلاقي forget password، تعالَ برضه نعملوها. أخدت copy من اللي فوق، هاختار هامسح enter your وأخلّيها forget password، طبعًا هاعلّي إدراكها بإن أنا هاخلّيها برضه درجة الblack هنا عشان يقدر إن هو يستعيد. طبعًا دي أخلّيها 14 أو 12. طبعًا طالما إن هي هتبتدي من اليمين، فباخلّي المحاذاة بتاعتها يمين، رغم إن هي English، بس عشان لو غيّرتها أو أيًا كان الحاجة إيه، ما اضطرش إن أنا أحسب المسافة دي تاني. طيب بعد كده بامسك الinput ده مع ده، وباخلّيهم الاتنين مع بعض auto layout، دي كده كتلة لوحدها. يعني دي كده كأنها element واحد، بالمس الelement ده مع الelement ده وباخلّيهم auto layout، بحيث إن أنا بمسكة واحدة أبقى عارف إن ال8 دي هي مدى بُعد الجزء اللي فوق كلّه عن البُعد اللي تحت، تمام. وطبعًا لو عايز أغيّر حاجة جوّه أصلًا ده سهل جدًا، تمام، يعني هيبقى سهل جدًا مش هيبقى فيه أي حاجة. طيب بعد كده ابتدينا نضبّط أهي المسافة، خلّيتها 8 أو 12 أهي بالشكل ده، ولقيت نفسي إن أنا خلّصت، هافصل فصل مؤقت كده الجريد، هالاقي نفسي إن أنا عملت الإيميل والpassword. طيب نشوفه برضه إيه تاني في الreference. هنا ولنفترض إن هنا accept terms and condition أو أيًا كان، دي سهلة جدًا. هاروح أجيب الinput بتاعي اللي هو الcheck box بتاعي أهو ده control C، بعد كده هاجري على طول على الجزء بتاعي أهو، أتأكد إن هو جوّه الframe، أشغّل الجريد بتاعتي، أحط الجزء ده. طبعًا لو تفتكر إن أنا قُلت لك يوم ما تكسر قاعدة ال24 بتخلّيها 20 في 20 بالشكل ده، تمام. هنا مش فارقة بقى بالنسبة لك هي دايرة أو مربع، يعني أنت ممكن تغيّرها في ثواني، تمام، تغيّر الround هنا تخلّيه رقم كبير هيخلّيها لك إن هي rounded على طول. طيب بعد كده باخد الكتابة دي أو أيًا كانت الكتابة، تعالَ ناخد من اللي فوق عشان دي جاهزة وalign to left. هاكتب بقى الكلام اللي مكتوب هنا،
اهو هوقف الفيديو اكتبها سريعا عشان وقت الفيديو ونرجع نعملها مع بعض. كتبتها، تعالوا نفصل. وطبعا يعني خلينا احنا متفقين ان في ساين ان مش هيكون فيها الجزء ده، ولكن هنخليه بس نحضر الكومبوننت وبعد كده نبقى نعمل السكرينتين، مفيش مشكله. بعد كده هبتدي ان انا ظبطت الكلمه. بعد كده هخليها درجه من درجات البلاك زي ما هو عامل، هخليها 12. ممكن اعلي الويت بتاعها شويه اهو. تمام. بعد كده ده مع ده هخليها ان هي اوتو لاي اوت. وطبعا بصوا ايديا على طول طبعا على الالت عشان اتشيك المسافات. المسافات دايما ببتدي ان انا اراعيها من شمال ولفوق، ماليش دعوه باللي على اليمين خالص. بعد كده ببتدي ان انا لو عايز الحاله اللي هي الاكتف دي، ده سهل جدا يعني. ممكن اصلا اروح اجيب نوع الانبوت التاني، يعني اصلا ما فيهاش اي حاجه. يعني ممكن اعمل كنترول سي، تمام، واروح هنا على طول ان انا ابدل. يعني لو عايز التاني ده على طول باجي هنا اهو، وطبعا اصغر يعني باجي على ده، بعملها طبعا ايه 20 في 20 فبيصغر بالطريقه دي. وطبعا ممكن اجي عند الاخضر ده اخليه نفس الريفرنس ان هو بلاك. فبالنسبه لي الموضوع اصلا ما فيهوش اي حاجه، الموضوع سهل جدا في ان انا سويتش او ان انا اجيب اليمنت تاني. طيب خلينا نرجع للاولاني ده. ظبط المسافه دي، تمام، خليتها 8 او ممكن تخليها 12. يعني انت لو حاسس ان 8 قريبه و16 بعيده تخليها حاجه في التوسط اللي هي مثلا 12. تعالى برضو كده ان احنا نشوفوا الحاجات اللي ممكن تكون في الساين ان والساين اب، بحيث ان احنا نكون عملنا السكرينتين مره واحده. هنا الساين اب، هنا في الساين اب انا ببقى عايز الايميل، وببقى عايز وليكن ممكن اكون عايز الاسم هنا اهو، يوزر او نيم، تمام اهو. هنا بعد كده هروح اجيب علامة البروفايل اهي، هجيبها على طول. وممكن كمان على طول بقى اخد الانبوت ده اصلا كوبي، يعني طالما ان هو لقيته هو فممكن اجي هنا وابتدي ان انا احطه على طول اهو. هاجي هنا هبتدي انا على طول احطه مكان الاليمنت ده، كنترول في اهو، نشيله ده نجيبه في السنتر بالشكل ده. بعد كده الايميل، يوزر نيم، ايميل، بعد كده باسورد. طبعا في الساين اب مش هيكون فيه فورجيت باسورد. تمام كده هو عملت الثلاث انبوت. ممكن اكون ان انا عايزه ولنفترض يسلكت الكانتري مثلا، احنا بنفكر مع بعض يعني. هو هيبقى على حسب البيزنس او على حسب اصلا انت محتاج ايه. فهاجي عند الانبوت اللي انا عايزه دروب داون منيو، وهجيبه اهو كوبي بالشكل ده، كنترول سي. بعد كده هاجي هنا هبتدي ان انا اهو هاجي هخليها مثلا country بالشكل ده، بحيث ان هو يختار البلد بتاعته. وهنا هقول له select country، هحطها طبعا في الساين اب. في هلاقي نفس اليوزر نيم، الايميل، country. وكمان ممكن حد يقول لي والله انا كمان انا عايز حته تاريخ الميلاد. هقول له سهل جدا اهي، هجيبها هنا. دول عملتهم اوتو لي اوت، فعلى طول مجرد ان انا اعمل كنترول في هيخش معاهم. وابتدي برضو ان انا ارتب بقى العناصر يعني. هنا النيم، الايميل، بيرث ديت، الكانتري. بعد كده ببتدي ان انا احط زرار السبميت بقى يعني. وهنا طبعا الاكسبت دي هتبقى هنا اهي. ممكن طبعا احطها معاهم بس اتاكد انا بفلتها في انهي ليفل، تمام. يعني اخد بالي ان هي في الاوتو لاي اوت الاكبر عشان بس تدخلش معايا بالغلط في اي حاجه بينيه. بعد كده ببتدي ان انا اروح اجيب زرار اهو، وليكن ده، وابتدي ان انا احطه في الساين اب بتاعتي بالشكل ده. احطها في السنتر. بصوا يعني كل حاجه خلاص انا بقيت موفر اصلا لنفسي. ممكن اكتب هنا نيكست ستيب، او هنا على طول اكتب بقى كلمه على طول يعني. مثلا عشان طبعا مفيش خطوات تانية، مثلا هكتب ساين اب. وعلى طول لو انا مش عايز الايكون اشيل الايكون، فالكلمه بتيجي في المنتصف، اشيل الزياده دي.
بعد كده ممكن طبعا هنا ارتب بقى الحاجة بتاعتي. بعد ما خلصت الكتلة دي ببتدي ان انا اتشيك برضو المسافة ما بينهم، خليته 24 او 32. بعد كده ده ببتدي ان انا اخليه في علاقة اوتو لاي اوت مع العناصر التانية. يعني باجي ده نتشيك برضو المسافات، نخلي بالنا لازم نتأكد ان مسافاتنا كلها مظبوطة اهي. هنا 16 16 زي الفل، ده مع ده اوتو لاي اوت، واقربه كده شويه 32 او 24، او ممكن تخليه تحت ويبقى ثابت من تحت ايا كان. بعد كده ببتدي ان انا عايز اقول له اور ساين اب ويز، واحط ال 3 سوشيال ميديا بوتونز دي. هجيب اي كتابه اهي، اقرب الريفرنس مني. بعد كده هقول اور ساين اب with اهو بالشكل ده، واخلي الكتابة في المنتصف بالطريقة دي. بعد كده عندي خط هنا وخط هنا، ده سهل، انا بجيب اداة اللاينز اهي، اداة لاين خط عادي، واعمل واحد كده ايا كان الويتس بتاعه. يعني انا ممكن مثلا نخليها نقفلها 100، يعني خلينا ان احنا نخلي الويتس هنا ان هو 100، كده كده مش هتبقى فرقة كبيرة يعني. بعد كده ممكن نخلي ان الستروك هو نفس الستروك اللي في الانبوتس فوق. بكيت اهو اللود. بعد كده الت شيفت على استقامة عشان اكوبي ده، الت شيفت اهو. بعد كده ده مع ده مع ده اوتو لاي اوت، واخليه في السنتر. نتأكد بس تاني كده، هو تقريبا في واحد هنا متاخد كوبي مرتين بالغلط، لازم ابتدي ان انا الاحظ الحاجات دي كلها. بعد كده بخليه في السنتر بالشكل ده تمام. وطبعا ممكن اقلل برضو المسافات كده ما بينه عشان يبتدي ان هو ما يكسرش الجريد بتاعتي، وابتدي انا اتاكد ان هو في المنتصف الاوتو لاي اوت بالشكل ده. لان بص هو بيحصل محاذاه داخليا، طبعا انت الكلام ده عارفه من الاوتو لاي اوت، فانا خليته في المنتصف عشان يبقى في منتصف الكلمه. وبكده نكون ان احنا خلصنا الفاصل. طيب وطبعا انت ملاحظ انا بشتغل 8 بوينت جريد في كل حاجه. طيب هاجي هنا برضو هبتدي ان انا اشوف بعد مناسب هنا اهو، هبتدي ان انا برضو اقفل 24. بعد كده احط الحاجات دي. الحاجات دي احنا كنا عاملينها اعتقد قبل كده. هنا اهي جاهزة، هاخدها كنترول سي. بعد كده هجري على السكرينة بتاعتي، احط الانبوتس بتاعتي اهي بكل سهولة، هخليها في المنتصف. لقيت نفسي ان انا خلصت حاجة من ولا شيء. بعد كده هكتب الكلمة اللي في الاخر دي اهي، هبتدي برضو ان انا اكتبها. كتبت الكلمة. بعد كده هبتدي اخد منها كوبي كده على استقامة عشان احط كلمة لوجن اهي. بعد كده هكتب كلمة لوجن، احددها، ممكن اعمل كنترول يو احط تحتيها خط. ممكن اكبر عشان بس احدد له ان دي اكشن، وحددت او كبرت السمك بتاعها شوية، هنا خليته بولد. بعد كده شيفت اي عملتهم اوتو لاي اوت. كل ما اعمل شيفت اي لازم اتشيك المسافات. 12 تمام زي الفل مفيش مشكلة، او ممكن نقربها بقى شوية، يعني ممكن بدل 12 تبقى 8. بعد كده دي نخليها في المنتصف. فنبص كده للتشريح الاساسي، ادي دي كده كتله اهي كامله، وعندي ده وعندي ده وعندي ده. فبكل سهوله 1 2 3 4 مع بعض اوتو لاي اوت، وابتدي ان انا اظبط المسافات ما بينهم. افصل كده الجريد، لقيت نفسي ان انا خلصت ساين اب سكرين بكل سهوله. فبقى سهل بقى ان انا اتشيك مدى بعد دي عن فوق قد ايه اهو، وان انا اخد دي كامله مكمله في ان هي تعمل لها محاذاة معينة وفقا للكلمة، وبقيت خلاص مطمن على كل المكونات اللي تحت. وده بفضل ان انت ابتديت ان انت فعلا تبتدي تركز على اصول الشيء او عناصر اليو اي المصغرة، قبل كونك ما تبتدي ان انت تتطرق ان انت تعمل يو اي. تعالوا كده مع بعض نعمل الساين ان سريعا. طبعا هنشوف مدى بعد دي عن الحافة اللي فوق قد ايه، يبقى دي برضو نخليها كده زيها اهي. نتشيك كده كل حاجة. بعد كده نبتدي هو في الساين ان الايميل تمام. بعد كده الباسورد فورجيت باسورد تمام. بعد كده شيفت اي عشان اعملهم اوتو لاي اوت، واتشيك هنا اشوف ان سايب المسافات ما بين الانبوتس وبعضها قد ايه.
24 يبقى دي بالمثل 24 زيها. هنا مدى بعد الحقول عن التايتل 32 يبقى دي برضو بالمثل 32 زيها بالطريقة دي. بعد كده هنا هو عنده الساين ان، فانا هبتدي برضو ان انا اجيب زرار الساين ان اهو واحطه هنا، وهبتدي ان انا اخليها في المنتصف هنا الساين ان اهي. بعد كده هبتدي ان انا اشوف مدى بعد الانبوت ده عن الحقول 32، يبقى هنا بحب ان انا احافظ دايما على الكونسيستنسي، يعني ان انا الحاجه اللي انا عملتها في شيء ابتدي ان انا اكون اعملها بالمثل في نفس الشيء التاني، بتاكد ان كل حاجه بس في سنتر. بعد كده ده مع ده نعملوه اوتو لاي اوت. طيب بعد كده الخط ده يعني سهل جدا، يعني ممكن تجيبه من هنا اهو واجي احطه هنا، ويبتدي ان انا اتاكد ان هو في السنتر، وهنا هقول له ساين هنا in with. تمام. بعد كده هنا هو عامل الكونتينوس جوجل وكونتينوس ابل بالشكل ده، ما عنديش مشكله خالص، يعني كل حاجه كانت جاهزه الحمد لله اهي. ممكن اخد الاثنين اللي فوق كنترول سي. بعد كده هروح على الجزئيه بتاعتي اهي وهعمل كنترول في، فهلاقي العناصر بتاعتي نزلت اهي بكل سهوله ومظبطها، يعني بتعب فيها مرة واحدة وبعد كده خلاص. تمام. وببلوك او بمعنى اصح بخلي كل حاجة ليها علاقة ببعض هي اوتو لاي اوت مع بعض. هنا دي خليتها في سنتر، هنا دي في السنتر، بس طبعا هنا في ايرور. هنا دي احنا عاملين لها الاين تو ليفت، فلازم اجي على دي اعمل لها الاين تو ليفت. تمام بالشكل ده. هنا نتاكد برضو من كل حاجه. هنا يمين وشمال 24، يبقى هنا يمين وشمال 24 مش هتبقى زيها. تمام. طيب بعد كده ببتدي ان هي اخليهم الاثنين مع بعض اوتو لاي اوت، اظبط المسافه ما بينهم مثلا 16. هدوبليكيت ده، هروح اجيب الايكون بتاعه ابل اهي، هروح ان انا اجيبها اهي من اي حاجه انا عاملها كنترول سي. بعد كده هرجع على طول على الجزئيه بتاعتي، هاجي هنا كنترول شيفت ار بريبليس على طول كونتينيو ويز ابل اهي. الموضوع سهل جدا، يعني هو بس بالتدريب هتلاقي نفسك ان انت بقيت تمام في كل حاجه. ممكن اقلل الفونت بتاع دول، فانا ممكن كنترول شيفت 1 2 ابتدي احدد الكتابات مع بعض. ممكن اجي هنا اخليهم 14 بكسل، ما عنديش مشكله خالص. بعد كده نكرر الاخيره دي، هو هنا كاتب له first time here، تعال نكتبها له هي مفيش مشكله. هنا first time here اهي بالشكل ده، يعني ان انت اول مره. هنا هقول له create an account، يعني create account جديد لو انت ما عندكش account. طبعا انا بحكي ريفرنس، مش لازم اكون بنفسه بنسبه 100%، لا يعني هو براحتي. تمام، يعني انا بس انا باخد الاستراكشر بس منه. طيب بعد كده 1 2 3 4 اوتو لي اوت. بعد كده نخلي المسافه بينهم ان هي 24 بالشكل ده. فبكل سهولة ان انا خلصت ساين ان وساين اب بفضل ان انا كنت ببتدي ان انا اتعلم الانتراكتيف اليمنت والفورم انبوتس اليمنت. فلقيت نفسي بكل سهولة ان انا عملت تو سكرين بالشكل ده او بالسرعة دي.